اهلا بيكم في قناتي منوعات من مطبخك مع جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بصوم الميلاد. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا مكرونه بالبشاميل صيامي، لانها طبعا اتطلبت مني اكتر من مره، وقلت لازم اعملها لكم بطريقه جديده جدا وسهله ومكونات بسيطه جدا جدا، وطعمها هيطلع معاكي فوق الروعه، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنعمل مع بعضينا الحشوة بتاعة المكرونة البشاميل. حضرت طاسة على البوتاجاز ونزلت بمعلقتين كبار من زيت الذرة، انا بستخدم زيت كريستال. تمام. وهنزل دلوقتي ببصلة كبيرة متقطعة لمكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اشوح فيها لحد ما تدبل معايا. هنزل دلوقتي بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم وهقلبها كويس مع البصلة لحد ما التومة تصفر معايا. انا دلوقتي هنزل بالمشروم، وانا جايبه المشروم بتاعي فريش. تمام. وفي برضو معلب، لو ما لقيتيش الفريش هتجيب المعلب من السوبر ماركت، هتلاقيه متاح موجود. تمام. انا نزلت بيه على البصل والثوم، هقلبه كويس جدا. وبرضه اقول لكم معلومه عن المشروم: المشروم مش بيتغسل، المشروم بتبقى فيه طبقه خارجيه بتتشال بالسكينه. تمام. وبتقطعيه طبعا براحتك في التقطيع، من مكعبات ماشي، شرايح ماشي، يعني براحتك في التقطيع. تمام. انا غسلت حوالي 4 طماطميات وقشرتها وضربتها في الكبة. تمام. ونزلت بيها على المشروم وهقلبها كويس جدا مع المشروم، وهسيبها معايا لحد ما تتسبك. خلاص الطماطم بتاعتنا اتسبكت. هنزل دلوقتي بمعلقة صغيرة من العسل الابيض وهقلبها كويس. وهنزل دلوقتي بنص مكعب من مرقة الخضروات، وهنزل بمعلقة صغيرة من البابريكا، وهنزل بنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات. ونحتاجة ملح معانا، هنحط طبعا ملح، والملح زي ما قلت لكم على حسب الرغبة. تمام. وهقلبهم كويس جدا لحد ما نتأكد ان مرقة الخضروات دابت معانا. بجد ريحتها جميلة جدا، واكيد هتجربوها وهتقولوا لي رأيكم. هنزل دلوقتي بفلفل رومي وفلفل الوان اصفر واحمر، وهيفرقوا معايا جدا في الطعم. هقلبهم كويس جدا جدا. وبكده خلاص الحشوة بتاعتنا خلصت. هنزلها دلوقتي من على البوتاجاز. هنحضر مع بعضنا دلوقتي البشاميل بتاعنا. هنزل دلوقتي ب3 معالق كبار من زيت الذرة، وعليهم 5 معالق كبار من الدقيق. تمام. وهقلبهم كويس جدا بالمعلقة او بالمضرب اليدوي. تمام كده. وانا جهزت حليب جوز الهند، طبعا بديل اللبن العادي. انا عملته في فيديو ازاي هنستخلص حليب جوز الهند من جوز الهند المبشور، وهنزل لكم الفيديو في صندوق الوصف. تمام.
هقلب طبعا الزيت مع الدقيق كويس جدا. تمام كده. هجيب دلوقتي المضرب السلك علشان اكمل بيه، لان المضرب السلك هو اللي هيساعدني في الخفق. تمام. وزي ما قلت لكم انا مجهزه حليب جوز الهند، مش هتفرقيه من اللبن التاني، انتوا عارفين طبعا هيطلع معانا حكايه بجد. هحط طبعا كميه بكميه وهفضل اقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه في البشاميل بتاعي. بجد طلع معايا حكاية، بجد طلع معايا حلو قوي، طعم وريحة وتحفة جدا. انا كده خلاص وصلت القوام اللي انا عايزاه. هبدأ احط نص مكعب من مرقة الخضروات، وهحط رشة من الفلفل الاسود، وهقلبه تاني بالمضرب. تمام. ودايما ايدك فيه على طول مستمرة بالخفق. بجد هيطلع معاكم حلو قوي قوي وطعمه جميل. هوريكم دلوقتي القوام اللي انا عايزاه في البشاميل بتاعي. هو ده القوام اللي انا عايزاه. تمام. بجد طلع معايا جميل جدا وريحته حلوة قوي. هنزله دلوقتي من على النار. انا سلقت كيس مكرونة، وانا سلقتها من المكرونة الرفيعة. لو حابين مكرونة اللي هي الاقلام براحتكم عادي جدا. وهنزل بمعلقتين من البشاميل وهبدأ اقلب فيهم، ولو احتاجت بشاميل تاني هحط لها. والمكرونة بتاعتي على فكرة سخنة، ما بردتهاش بمية ولا بأي حاجة خالص. تمام كده. هحط لها تاني معلقة من البشاميل. بجد الريحة مش قادرة اقول لكم، الريحة جميلة جدا. وبجد يعني هتحداكي لو طلعت اقل من من البشاميل الفطاري. بجد مش هتصدقي ان دي اصلا بشاميل صيامي. انا دلوقتي حضرت الصينية بتاعت البايركس وهنزل بالبشاميل. تمام. وهنزل بنص المكرونة. وهفردها في الصينية كويس جدا. انا كده خلاص فردت الطبقة الاولى من المكرونة. هبدأ دلوقتي انزل بالحشوة بتاعتنا الجميلة وافردها كويس جدا. ده قبل ما تدخل الفرن وريحتها جميلة، امال لما تدخل الفرن وتطلع هتبقى شكلها ازاي وطعمها ايه. بجد طالعة بجد جميلة جدا معانا. ريحتها حلوة جدا جدا وطعمها جميل وسهلة جدا وما اخدتش معانا وقت خالص. وانا ماشية معاكم خطوة بخطوة. تمام. هبدأ دلوقتي انزل بنص المكرونة اللي فاضلة معايا وهفردها كويس جدا على الحشوة. انا كده خلاص فردت المكرونة بتاعتي كويس جدا وبدأت ان انا اضغط عليها بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. علشان تتماسك معايا وتمسك في بعضها، ولما اجي اقطعها تطلع معايا قطع سليمة. تمام. هبدأ دلوقتي انزل بالبشاميل، ونزلت بالبشاميل بتاعي كله زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ ان انا افرد البشاميل كله على المكرونة. تمام.
وعلى فكرة انا فاتحة البوتاجاز بتاعي على درجة حرارة 200، وبعد 10 دقايق هفتح الشواية هديها لون جميل من على الوش. تمام، هنسويها كويس جدا، ولما تطلع هوريها لكم دلوقتي. وبكده خلاص المكرونة بتاعتنا طلعناها من الفرن، بجد طالعة حكاية معانا، شكلها جميل جدا وطعمها جميل جدا جدا. طالعة معايا كده بجد، أنا مش مصدقة اللي هي طالعة معايا حلوة بالطريقة دي، واحلى بكتير من الفطاري، ومغذية جدا جدا. تمام، شايفين شكلها جميل ازاي؟ بجد هتجربوها هتعجبكم جدا جدا. والمكرونه البشاميل مش بتتقطع غير لما بتبرد. انا طبعا سبتها ترتاح لمدة نص ساعة لحد ما بردت معايا خالص، وقطعتها وقلت لازم أنا اوريها لكم. بجد طلعت جميلة جدا، وطعمها لذيذ جدا جدا، والاولاد هيحبوها كمان. وزي ما قلت لكم مغذية جدا، فيها مشروم وفيها فلفل الوان وفيها حاجات جميلة كتير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي.